مرحبا بكم مشاهديني الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا معودينكم في كل حلقة، أنا قلت الفيديو اللي فات اللي هو بتاع قضية الطفل ياسين، اللي ما اتفرجش عليه يتفرج عليه، هتلاقيه في ظهر في الآي هنا أو هنا، وهسيب لكم اللينك بتاع الحلقة في أول تعليق مثبت. أنا قلت في آخر الفيديو للناس اللي بتتابعني، إخواتي حبايبي اللي دايما مشرفيني، اللي على طول بيتفرجوا لآخر الفيديوهات، ان الراجل دوت هياخد مؤبد لو ستت التهمه في حقه. والنهارده كان ليه جلسه النهارده، والقاضي حكم عليه بالمؤبد. عشان تعرف يا ابني، اخوك المستشار لما يقول لك الكلمه ما بتنزلش، وتعرف دايما ان القناه ديت متعوب فيها والمعلومه متعوب فيها، وانا بجيب المعلومه من مصادرها الصح. فطبعا فهنا بقى التساؤل البسيط، الست المديره اللي هي تسترت على الموضوع وحاولت تطرمخ عليه وتداري الجريمه ديت، والدادة اللي كانت بتوصل الطفل للراجل المجرم دوت، اخبارهم ايه؟ ايه دورهم في القضية؟ هو مجرد ما الراجل ما اتحكم عليه بالمؤبد خلاص هما كده بح كده مش هيتحاكموا؟ مش مفيش اي جريمة ارتكبوها؟ هو ده الحاجة اللي احنا اللي انا سايبها لمناقشتكم انتوا تحت في التعليقات. اكتبوا لي شوفوا ايه رأيكم وعرفوني ايه رأيكم، وما تنسوش شير لايك كومنت سبسكرايب، فعل زر الجرس، انشر هنا وشير هنا، اعرف الدنيا كلها. وانا زعلان منكم على فكره، لان اغلب الناس اللي بيتفرجوا عليا مش مشتركين عندي. المشتركين اللي عندي جزاهم الله خير بيتفرجوا على فيديوهاتي، بس اغلب الناس اللي بتتفرج ما بتشتركش ليه يا ابني؟ كبر عيلتنا.